نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عايز تعرف إزاي ربنا يتولاك؟ طب عارف يعني إيه الأول ربنا يتولاك يعني تبقى ماشي في الدنيا فعليا بنور الله، يبقى ربنا مسدد خطاك في حياتك وفي كل خطوة بتخطيها، يعني تبقى موفق. يتولاك يعني يدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يتولاك يعني من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني ربنا يحارب أعدائك، يعني ربنا يغير نواميس الكون من أجلك، يعني ربنا يقسم ظهر اللي بيحاربك أو ظلمك وأذاك. بس ازاي تكون من أولياء؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ربنا بعدها قال إيه؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. الآيات بتقول لك صفات الأولياء، الآيات بتقول لك إيه طريق الولاية. أول حاجة قالوا ربنا الله، وحدوا ربوبية ربنا في قلبهم، عظموه، عرفوا فضله عليهم، شكروا نعمه، ثم استقاموا. إنك تستقيم على طريق ربنا، مش ماشي على سطر وسايب سطر، مستقيم عارف طريقك وماشي عليه، ولو وقعت بتقوم تنظف طين الذنوب وتكمل في طريق الاستقامة. هو ده اللي ربنا بيتولاه. هنالك الولاية لله الحق. هو ده اللي القرآن قال عنهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الناس كلها تبقى في خوف وذعر، وانت ربنا منزل عليك الملائكة تثبتك وتطمن قلبك وتبشرك بالجنة وجمالها. مش صعب يا حبيبي إنك تكون من أولياء ربنا. ربنا سهلها علينا وعرفنا الطريق، بس احنا ننفذ. الله يرزقنا ولايته، الله يجمعنا في الجنة في الفردوس الأعلى مع الأولياء والصالحين، مع الأنبياء والمرسلين، وحسن أولئك رفيقا.